كده ده كيلو البلح. هو كيلو بلح عليه ربع كيلو سكر، معلش انا غلطت في الاول، هو ربع كيلو سكر على الكيلو بلح. تمام. ده كيلو بلح قطعته وحطيت عليه ربع كيلو سكر وبيته في التلاجة يوم بليلة. تمام، يعني عملته النهارده مثلا وتاني يوم عملته بيته لما نزل العسل كله بتاعه كده وده بالسكر. تمام. هقلبه كله كده كده، وبعد كده هشغل عليه النار. اول ما يغلي ويطلع الريم بتاعه هنشيل الريم، وبعد كده هننزل باربع فصوص قرنفل وعود قرفه، وعود قرفه خشب. تمام. انا وزعت عليه اهو. تمام. اهو كده ابتدى يغلي، هنزل عليه بعود قرفه خشب واربع فصوص قرنفل. تمام. او المسمار بلغه الدول التانية. تمام. اربع فصوص مسمار او قرنفل وعود قرفه خشب، وهنسيبه يغلي. لما يطلع الريم هنشيل الريم، وبعد كده هنسيبه لمده 20 دقيقه لحد ما يكرمل ويعمل مربى. خلاص كده هي اخدت معايا نص ساعه عشان انا البوتاجاز بتاعي عينه هاديه شويه. تمام. اخدت معايا في السوا نص ساعه لحد ما لونها كده يغير. بصي تلاقي السكر اتكرمل كده واخد لون غامق كده. كده تمام قوي. هحط لها عصره ليمونه وهقلبها كلها. هي تغلي غلوه واحده بس وهنطفي وكده تمام قوي وجميله وزي الفل. تعملي بيها كب كيك لولادك. هنعمل بيها كب كيك للولاد وهنحطها لها في قلب الكيك، ياخدوها معاهم المدارس. حاجه مغذيه ومفيده، وبدل ما يشتروا حاجه من الشارع فيها الوان صناعيه ومش حلوه ومش مفيده. تمام. كده تمام. هتغلي غلوه بالليمون وهنقفل، وهوريها لكم في النهايه شكلها ايه. وبكده خلصنا مربى البلح. طالعه تحفه وجميله وريحتها وطعمها جميله خطيره جدا. انا هعمل بيها كب كيك للولاد ياخدوه معاهم المدارس، وتقدري تعملي بيها ميني تارت جميله حلوه وموفره ومغذيه ياخدوها معاهم المدارس بدل ما يشتروا حاجه من الشارع فيها مواد حافظه او لا قدر الله مده صلاحيتها منتهيه. فدي احسن واوفر ومغذيه ولذيذه وهتديهم باور وطاقه وتخليهم يقدروا يواصلوا اليوم الدراسي الطويل بتاعهم. اتمنى الوصفه النهارده تكون عجبتكم. كنت معاكم رحاب حسين.